الاخوان، السلام الله عليكم، تحياتي لكم الدراري. صراحه عدنا. المهم نتوما عارفين اخر فيديو قلت لكم راه ما غاديش نولي نبقى نقرمي الفيديوهات، ولكن صراحه ما قدرتش، والدراري تواصلوا معايا والدراري خلاو كومونتيرات قال لك راه كنستافدوا منك، وهذا هو اللي خلاني نرجع الدراري. المهم الدراري اللي خلاو كومونتيرات اللي تواصلوا معايا كنبغي نشكركم بزاف. وصراحه هذه نصيحتي لك الناس اللي انتكسات ولا الناس اللي راه ما قدرتش تعافى. شوف، باش تكون عارف واحد الحاجه، راه الادمان راه ماشي ساهل صراحه، باش تخرج منه ماشي ساهل، خصوصا الا ما كنتش كتطبق. فهمتي؟ هذا هو المشكل ديال المدمنين، ما كيبقى يمشي الادمان على قانتو هو. فهمتي؟ يعني كيقول انا ما نقدرش ندير هذه حتى نكون مزيان عاد نوض نديرها، ولا فهمتي؟ فاش كيسمع النوفاب كيبقى يطبق غير داكشي اللي غادي يقد عليه واللي غادي يوالمو ويجي معاه. فهمتي؟ ولكن راه شوف، باش تكون عارف واحد الحاجه، راه الادمان الا ما طبقتوش 100% ما غاديش تعافى منه 100%. فهمتي؟ اغلبيه ديال المدمنين كيكون عندهم واحد التحفيز في الاول وكيمشيو مزيان، كيكون مثلا كيصلي، كيتريني، كينقي ماكلتو، كيفيق بكري. فهمت؟ ولكن كتجي واحد الفتره كيبقى يتكاسل وكيرجع عاوتاني لعادته القديمه، كيرجع التليفون. باش تكون عارف واحد الحاجه، راه ما غاديش تقاوم هذا الادمان وما غاديش تقدلو، وهذا الادمان راه قوي عليك. فهمتي؟ مثلا الا ما كنتش كتغض البصر وقلت لي غادي نتعافى، كتضحك على راسك وصافي. فهمتي؟ ولا كتدخل معاك التليفون للبيت وباغي تتعافى، كتضحك على راسك وصافي. حيت ما يمكنش اصاحبي، راه نتايا مدمن، راه ماشي نتايا واحد عادي. ما يمكنش انت كتخدم التليفون طيح في شي صوره. شوف نقول لك واحد الهضره، شوف فاش كطيح في شي صوره ما كتبقاش تكونترولي في راسك، كتغيب. داكشي علاش كتوقع ديك الانتكاسه وانت عارف بان داكشي راه خطر، وعارف بانك راك الا انتكست راك غادي تضيع كل شيء، وعارف الخطوره، ومع ذلك ما كتقدرش تحكم في راسك وكتقول لا غير شويه يقدر ما يضرنيش، لا غير شويه ما عنده ما يدير، ولا غادي نتحكم في راسي ما غاديش ننتكس. فهمت؟ وكتولي كتنتكس وكطيح في نفس الخطا. وهذا هو المشكل ديال المدمنين. ما بغيتكمش تطيحوا في هذا الشيء. فهمت؟ طبق الادمان، طبقوا 100%. فهمت؟ كيما بديت في الاول كمل في الثاني وغادي تمشي مزيان. فهمت؟ راه الا طبقتو راه ساهل. فهمت؟ ولكن الا ما طبقتوش راه غادي تبقى تدور غير في نفس الدوامه، في نفس الجراره، تلقى راسك كتعافى لمده ديال شهر شهرين كتولي تنتكس، وكاين اللي كيوصل 6 شهور، كاين اللي كيوصل عام. فهمت؟ صافي كيتكاسل وكيقيسو داك الغرور وكيغفل وكيولي كينتكس. هذا هو المشكل الدراري اللي هذا هو الخطا اللي كيديروه بزاف ديال المدمنين. وهذا الادمان الدراري ما يستاهلش، وراه كيضيع لك حياتك. دابا المشكل راه ماشي زعما كما قلت لكم، راه الادمان كيبقى في بلاصه. دابا راك ما حدك زايد كتغرق، ما حدك كتشوف بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المخاسر، ما غادي دير حتى شي حاجه صراحه. راه الادمان هذا مدمر، كيدمرك من جميع النواحي. دابا النفسيه كتفهمت، كتكون مريض نفسانيا، كتكون مريض عقليا، الذاكره ديالك ضعيفه، عندك مشكل في الحفاظه، صعيب عليك انك تحفظ، صعيب عليك انك تعقل، وصعيب عليك انك تيسر امورك، وصعيب عليك انك تاخذ القرارات بلاصتها، وصعيب عليك انك تبني حياتك، وصعيب عليك تقدر دير حتى شي حاجه. فهمت؟ ولكن الا طبقت الادمان 100% راك غادي تتعافى، والامور ديالك غتمشي مزيان وغتمشي ساهله. فهمت؟ ولكن الا ما طبقتش تا عارف الطريق اللي غادي تمشي لها. فهمت؟ راه عامره مشاكل وعامره اضطرابات، والنفسيه ديالك ديما مريضه. فهمت؟ ما عايش الحياه الحقيقيه الصراحه. الناس عايشه وفرحانه وابسط الحوايج
كتفرحهم، وابسط الحوايج كيديروهم كيفرحوا معاهم. ولكن نتايا فهمت، واخا كما قلت لك الملوك نتاع هذا الكون كامل يجيو يعطيوك داكشي اللي بغيت، ما غاديش تفرح وما غاديش تحس بديك المتعه ديال دوك الحوايج. ولهذا الدراري طبقوا التعافي يستحق. وصراحه راه ما حياه ما والو، راه الادمان راه الصراحه فاش كتعافى عاد كتبقى تشوف، عاد كتبقى تعرف الحياه الحقيقيه اللي خاصك تعيشها. ما راك كتكون عايش في واحد الظلمه الصراحه. تخيل معايا نهار كامل وانت مكتئب، نهار كامل وانت كتجلد في راسك، ما عارفش راسك مالك. هاي المهم الدراري، التعافي ممكن، التعافي يستحق. وراه الادمان الدراري راه فهمت شحال ما غرقت فيه، راه كما قلت لكم راه كاين اللي تبدلت له الشهوه، كاين راه كيديك لشي مصائب راه بزاف اصاحبي، راه ما يتقبلهاش العقل. راه انا عارف بزاف ديال القصص، ولكن ما كنبغيش نهضر عليهم الصراحه. عارف بزاف ديال القصص، وكنت في واحد الجروب راه قريت شي قصص راه ما امنهاش العقل، ولكن راه الواقع هو هذا الدراري فهمت. راه واحد من المتابعين راه يكون يسمع، راه تواصل معايا وعاود لي القصه ديالو وقال لي ما عنديش مشكل انك تعاودها، ولكن كما قلت لكم شي حوايج ما نقدرش نقولهم في هذه القناه. ولكن صراحه كما قلت لكم راه هذا الادمان راه يوصلك شي حوايج. انا نعاود لكم باختصار. راه مثلا الدري اللي تواصل معايا وهضر معايا، تخيلوا معايا فين وصلوا هذا الادمان الدراري. وهذا الدري راه كبير ماشي صغير، راه من الثمانينات حتى هو راه كبير، دخل هذا الادمان باقي صغير. المهم قصه طويله الدراري فهمت، ما نقدرش نعاودها دابا، نعاود لكم غير الخلاصه ديالها وصافي. الدري تخيلوا معايا تبدلت له الشهوه باش تعرف الخطوره، ولا كيفضل انه ينعس مع دوك المتحولين الجنسي فهمت. قال لي ما عمرو جربتها، قال لي ولكن فاش كيفوت حدايا شي واحد قال لي ما عرفتش شنو صرالي حتى تبدلت لي الشهوه ديالي. قال لك بقيت كنقول شنو هذا الشيء شنو واقع، ما امنش راسو، هو ما امنش راسو، بقى يقول علاش زعما سمو. وهذيك هي اللي خلاته انه يشد طريق التعافي ويكون جاد في التعافي ديالو فهمت. حيت اش راه وصل له كما قلت لكم، باش توصل انك تبدل لك الشهوه راه شي حاجه بزاف الدراري. وراه كاين هذا الشيء، راه ماشي غير هضر، وراه كاين اكثر من هذا الشيء. وانا قريت قصص ديال الدراري راه كيبكي وصاحبي، وماشي الخاطر، وماشي زعما تقول راه هو ما امنش راسو فهمت. راه لدرجه قال لي واحد النهار لقيت واحد المتحول قال لي حتى لقيت راسي تابعه من اللور، تما بقيت كنقول شنو راني ندير، شنو هذا الشيء اللي راه واقع، هذا الشيء اللي كاين الدراري. المهم كما بزاف ديال المضر، بزاف ديال الاضرار، بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال المهم حياه مظلمه الدراري الصراحه مع هذا الادمان هذا، وما غادي دير حتى شي حاجه الصراحه. راه كاين دراري 40 سنه صاحبي راه ما دايرين والو، ما فهمت. كتلقى حتى هو 10 سنين وهو كيحاول انه يبعد وما كيقدش، ولكن كيطيح في نفس الخطا. تخيلوا معايا فهمت. وانا كنت واحد منكم الدراري، انا راه ماشي زعما كنقول لك انا راه ماشي اول مره كنتعافى راه، ولكن كنت كنطيح في نفس الخطا ومانيش ضامن راسي شنو جاي مع الطريق. ولكن الا راك باغي تتعافى كما قلت لك نوفاب، كتسمع شي حاجه طبقها. انت راك واحد الانسان مدمن، راك ماشي عادي فهمت. هادي راه ماشي نصيحه، بحال واحد كان كيستعملها مره ماشي مدمن، كيستعملها مبلي بها، جا سمع شي فيديو ولا جوج وطبقوه، تقدر تنجح معاه فهمت، وصافي وغادي يكمل حياته عادي وصافي. ما فهمت حياته غادي تقاد من جميع النواحي، وغادي يبدي كيحقق في راسو كيبني في راسو. ولكن انت كمدمن غير تغفل، غتولي تنتكس واحد الانتكاسه اللي غادي تطيح على وجهك، وغادي تنوض عاوتاني بجديد، وغادي تضيع واحد العام وانت كتحاول تعافى فيه فهمت. ولهذا الدراري طبقوا النوفاب 100%. ما كاش
90% وديك 10% حتى نكون مزيان عاد نوض ندير شي حوايج. اطبق اخويا اطبق، نعس بكري، فيق بكري، صلي في الفجر في الجامع 5 صلوات، قرا القرآن، آيات الكرسي، أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة القرآن، سورة البقرة، الاستغفار، كثر من الاستغفار، حيت ما كايناش شي طريق ما اللي غادي تخليك انك تتعافى من غير طريق الله الدراري، فهمتي؟ هي الوحيده اللي غادي تعاونك. وفهمتك، وبزاف ديال الكومونتيرات جاوني في واحد الفيديو قال لك واش من علاقه الادمان مع الدين. خويا انا راه جربت ديك الطريق، راك ما غاديش تعافى وغادي تولي تنتكس، وطريق الله هي اللي غتعاونك، وطريق الله فيها غض البصر، فيها 5 صلوات ديما، فهمت؟ غادي تكون مزيان، كتخشع، كتصلي ديما رد البال، فهمت؟ لان الا تبع الطريق الاخرى ما كتغضش البصر، تبع الشهوات ديالك وانت راك فيها دابا، فهمت؟ وما تعافيت ما والو. هادشي اللي كاين الدراري. نتمنى تكونوا شادين طريق التعافي. الصراحه ما بغيتش شي واحد يولي ينتكس، حيت الانتكاسه خايبه بزاف الدراري، حياه الادمان مظلمه، وحياه الادمان فيها بزاف ديال المشاكل صعيبه. الصراحه حياه الادمان صعيبه بزاف، حيت فيها بزاف ديال الاضرار، والمدمنين كيعانيو بزاف وما عالم بهم غير الله. الصراحه راه كيعانيو في الصمت. هادشي اللي كاين الدراري. والتعافي ممكن بزاف ديال الفوائد غادي تكتسبهم ان شاء الله من بعد التعافي، بزاف. غادي تطور من راسك، غادي دير الفلوس، غادي تزوج، غادي فهمت، غادي توصل لك الشيء اللي راك باغي توصل له، تقدر تكمل قرايتك، تقدر دير مشروع ديالك، تقدر، المهم غادي تولي مزيان، حياتك غادي تقاد ان شاء الله. ولكن طبق، فهمت؟ حتى الا ما طبقتش راه كتضيع غير الوقت، وحتى واحد ما غادي يعقل عليك، حتى واحد ما غادي يحس بيك، حتى واحد ما غادي يشوف دوك المعاناة اللي راك تعانيهم لداخل. راه دابا من جميع النواحي، النفسيه، عقلانيا، الصحه، كلشي. تحياتي لكم الدراري، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.